العمارة اللي ورايا دي اتصور فيها فيلم من أحلى الأفلام الكوميدية سنة 1968، فيلم لصوص لكن ظرفاء بتاع البرنس أحمد مظهر وعادل إمام والجميلة ماري منيب. وبالمناسبة الفيلم ده كان آخر فيلم عملته ماري منيب، والفيلم اتصور هنا في الدور الأول. هنا كانت شقة أحمد مظهر وعادل إمام، وهنا كانت ماري منيب، وده كان محل الجواهرجي بس هو دلوقتي بقى حاجة تانية. هناك الناحية التانية كانوا برضو بيمشوا علشان يخططوا للسرقة بتاعتهم ازاي هيخشوا، وكانوا بيراقبوا الشقة امتى اصحابها موجودين وامتى مش موجودين. وده المكان اللي كانوا ماشيين فيه عند سينما نورماندي قبل العمارة اللي كانوا بيصوروا فيها. وهنا كانوا بيفكروا ازاي ينفذوا الخطة بتاعتهم في سرقة المجوهرات. على قد ما الفيلم كانت فكرته بسيطة بس كان خطير. عادل إمام كان بيغني جملة شهيرة جدا مش هنساها وهو بيفتح التلاجة علشان ياخد الأكل واخد راحته قوي في البيت. كان بيقول بلدي طنطا وانا احب اعيش اوانطا. كانوا بصراحه ثلاثي فظيع، ماري منيب واحمد مظهر وعادل امام في الفيلم ده. بصراحه حاجه مش هتتكرر تاني. الفيلم ده انا بعشقه بحبه جدا. تيجوا ندخل مع بعض ونشوف العماره من جوه، يلا بينا. بصوا اصلا المدخل يرد الروح. انا بحب قوي العمارات دي، المدخل جميل. تعالوا طلعنا للدور اللي المفروض اتصور فيه الفيلم. تعالوا نشوف البيبان. دي كانت شقة ماري منيب، اوكي، ودي شقة اللي كانوا بيسرقوها احمد مظهر وعادل امام. شفتوا العمارة من جوه عاملة ازاي؟ ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. عايزة اقول لكم اني اكتشفت واخدت بالي كده ان المدخل والادوار مش هما اللي جم في الفيلم. اعتقد ان هم صوروهم في مكان تاني او استوديو، لكن الشقة والواجهة هم اللي اتصوروا في الفيلم. ايه رأيكم؟ هاخدكم مكان تاني اوريكم فيلم برضو حبيتوه قوي وتصور في مصر الجديدة. يلا بينا. اما العمارة دي اللي اتصور فيها فيلم الوسادة الخالية بتاع عبد الحليم ولبنى عبد العزيز، اللي بالمناسبة لبنى عبد العزيز كانت وجه جديد في السينما المصرية. الفيلم اتصور سنة 1957. في العمارة دي الدور الثاني، كانت البلكونة الدور الثاني هنا، بس ما كانش الازاز ده كله موجود. لما كانت سميحة بتخرج من البلكونة وتشاور لصلاح في الشارع ده. الشارع ده طبعا ملامحه كلها اتغيرت لان هنا كان فيه ترماي وكان الشارع كبير وواسع، وفي الزمن ده كانت مصر الجديدة فاضية تماما، فكانوا بقى بيصوروا براحتهم ويجروا ويعدوا الشارع ويتقابلوا. يعني كان الموضوع اسهل من دلوقتي بكتير. الفيلم كمان مثلت فيه الجميلة زهرة العلا وعمر الحريري. الكاست بتاع الفيلم ده كان خطير. انا لحد دلوقتي بتفرج على الفيلم وبستنى صلاح يطلق زهرة العلا عشان يتجوز الحب الاول بتاعه اللي هي لبنى عبد العزيز. بس المخرج عمل عكس توقعاتنا تماما، بس برضو يعني حب اتجوز زهرة العلا وحب لبنى عبد العزيز، يعني اتنين من جميلات السينما المصرية. فسواء اتجوز دي او اتجوز دي فهو كسبان في الاخر. الفيلم ده تغنى فيه اجمل اغاني لعبد الحليم زي تخنوه واسمر يسمراني واول مره تحب يا قلبي. الفيلم ده فيه كوكتيل رومانسيه رهيب. العماره زي ما انتم شايفين مبنيه على الطراز البلجيكي والاسلامي اللي مبنيه عليه اصلا مصر الجديده ايام البارون مبان. ايه رايكم نروح لمكان تاني تصور فيه فيلم بتحبوه جدا؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. عرفتوه؟ يلا بينا. اهي دي العمارة اللي اتصور فيها فيلم صغيرة على الحب، الشقة بتاعت سميحة وصلاح، سعاد حسني ونور الدمرداش. المفروض ان دي واجهة العمارة اللي كانت موجودة في الفيلم، لكن بقى المدخل المفروض الشقة كانت في الدور الارضي، بس هل المدخل بقى هو اللي كان في الفيلم او لا دي حاجة معرفهاش لان للأسف الباب مقفول. يعني انا كان نفسي ادخل اصور من جوه بس الحظ ما اسعفنيش للأسف. الفيلم ده هيفضل من اجمل الافلام اللي ممكن تتفرج عليها. سعاد حسني دي كانت عباره عن بونبونيه السينما المصريه، فعلا سندريلا. تليق في الادوار الكبيره لان هي كانت طالعه في الفيلم ده بشخصيتين، الطفله الصغيره والاخت الكبيره، فكان لايق عليها الدور بشكل مش ممكن. ورشدي أباظة ونور الدمرداش ده كان يعني في الفيلم خطير، كوميدي بشكل مش طبيعي، والطبخات بتاعته كانت فظيعه. يعني الفيلم ده ما يتنسيش وما يتزهقش منه ابدا. ده غير الاغنيه اللي اتغنت في الفيلم اللي هي ما انتش قد الحب يا قلبي، تحسوا ان هي مهما مر عليها الزمن جديده.
كأنها اتغنت واتلحنت في الزمن اللي احنا عايشين فيه. بس كده، دي كانت شوية افلام اتصورت في مصر الجديدة وكلنا حبيناها وطلبتوها مني. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو بقى ما تبخلش باللايك، عايزة لايكات كتير وفولو وشير عشان غيرك يستفاد. وتستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.